اسهل والذ اكله بحب اعملها وانا مكسله هي الرز المعمر. شويه لبن على شويه رز يتحطوا في الفرن وهيطلع معاه احلى طاجن رز معمر هتاكلوه في حياتكم. هنعمله النهارده بطريقه سهله جدا جدا، وكمان هقول لكم على الطريقه المظبوطه للتسويه وازاي يطلع معاكم مفلفل وتحفه. قبل ما نبدا في الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وسبسكرايب في القناه. معاكم ساره عبد العاطي، ويلا بينا على طول نبدا في الوصفه. جبت الصينيه البايركس بتاعتي ودهنتها زبده كويس، ممكن استخدم اي طاجن فخاره واي صينيه تدخل الفرن. ومعايا هنا 3 كوبايات من الرز غسلهم كويس جدا ومصفياهم، رز مصري طبعا يا جماعه بلدي. وهحط هنا في الطاجن بتاعي واساوي الرز بتاعي كويس. هستخدم في الوصفه النهارده حليب بلدي بقري زي ما انتم شايفين هنا، القشطه على الوش عامله ازاي والسمنه، انا ما ضفتش اي حاجه نهائي على الحليب ده. لكل كوبايه من الرز هاخد كوبايه ونص من الحليب. طبعا يا جماعه ده المقدار بتاع الرز المعمر، كل كوبايه رز ليها كوبايه ونص من الحليب. طبعا هنا انا مش هضيف اي حاجه نهائي، عندي اللبن بتاعي فيه القشطه بتاعته والسمنه بتاعته وكل حاجه. بس طبعا انا لو هستخدم حليب مش بلدي يعني، هحط لكل كوبايه من الرز معلقه كبيره من الزبادي ومعلقه كبيره من القشطه. وطبعا هحط سمنه على الوش في الاخر لما اخلص. تمام، يبقى انا لو مستخدمه لبن بلدي مش هحط اي اضافات تانية غيره هو بس. بعد ما خلصت الكميه كلها خدت ليه 3 كوبايات من الرز، 4 كوبايات ونص من الحليب. طبعا يا جماعه الحليب بيكون بيغلي زي ما انتم شايفين، يكون سخن جدا. هحط بقى الملح وهرش هنا رشه من البهارات السبعه، ممكن رش فلفل اسود، ممكن محطش اي بهارات اصلا. وهقلب كويس البهارات مع الملح والحليب. وهجيب الرز بتاعي وهحط طبعا السوائل الحليب بتاعي على الرز. طبعا زي ما اتفقنا الحليب بيكون سخن، وهحط معلقتين 3 زبدة على الوش، هتخلي الوش يحمر ويدي لون حلو جدا جدا وهتديله لمعة جميلة. وبعدين ممكن كمان احط سمنة او زبدة اي حاجة، الاتنين ينفعوا. وبعدين هسيب الرز بتاعي يتنقع في الحليب السخن ده لمدة نص ساعة. اولع الفرن تكون سخنة جدا جدا على درجة حرارة في الصاج القريب خالص من تحت. هحط الرز بتاعي، اول ما يتشرب معايا هبدأ ان انا انقل الصاج اخليه في النص والرز يستوي بقى وهياخد لون من فوق من غير ما اولع الجريل ولا اي حاجة. هيطلع لذيذ جدا جدا وتحفة زي ما انتم شايفين، سوا رهيب، الوش شكله رهيب بجد يا جماعة، يفتح النفس ومفلفل وطعمه لذيذ جدا جدا. اتمنى تجربوا الوصفة واتمنى تعجبكم. ويلا بينا بقى ندخل على الجزء التاني من الفيديو. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن سرطان الثدي، واتكلمنا بالتفصيل عن الاعراض اللي ممكن تكون مصاحبة لسرطان الثدي. النهاردة هنتكلم عن العوامل اللي ممكن تؤدي الى ارتفاع نسبة الاصابة بسرطان الثدي او الريسك فاكتور. اول عامل معايا التقدم في السن، يتم تشخيص معظم سرطانات الثدي بعد عمر 50. تاني حاجة بداية الدورة الشهرية قبل سن 12 سنة وانقطاعها بعد سن 55 سنة. ده بيعرض الست لفترة طويلة جدا من الهرمونات، وده بيزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. عندي كمان تاريخ العيلة، لو عندي أي أقارب من الدرجة الأولى أم أو أخت عندهم إصابة بسرطان الثدي، ده بيزود نسبة تعرضي للمرض. كمان استخدام أدوية بتحتوي على هرمونات زي أدوية منع الحمل، أو استخدام أدوية اللي هي بعد انتهاء دورة الطمس بتحتوي على هرمونات لمدة أكتر من 5 سنين، ده بيزود برضو عندي فرصة الإصابة بسرطان الثدي. عندي كمان تأخر الحمل الأول لبعد سن 30، كل ما اتأخر الإنجاب كل ما زادت برضو عندي فرصة الإصابة بالبريست كانسر. عندي كمان عدم ممارسة أي نشاط رياضي، إن أنا قاعدة على طول همدانة في البيت مش بتحرك كتير. المفروض إن أنا يبقى عندي حركة حتى ولو 3 أيام في الأسبوع، بتمشى بمارس أي نوع من أنواع الرياضة. زيادة الوزن كمان خصوصا بعد انقطاع دورة الطمس، كل الكلام ده بيؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالبريست كانسر، عافانا الله وإياكم. العوامل بقى اللي بتؤدي الى خفض نسبة الاصابة بالبريست كانسر، اول نقطة واهم نقطة هي الفحص الدوري والمستمر للثدي في البيت طبعا، والتأكد من عدم وجود اي عرض من الاعراض اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات. مهم جدا جدا كمان المحافظة على وزن صحي، والمحافظة على نظام غذائي متوازن، وكمان محافظة على نشاط بدني
ورياضي على الاقل 3 ايام في الاسبوع زي ما اتفقنا. هحاول اتجنب تناول اي علاج هرموني. كمان مهم جدا جدا الرضاعة الطبيعية، بتقلل من فرصة الإصابة بالبريست كانسر. أتمنى المعلومات اللي بقولها في الفيديوهات تكون بتعجب حضراتكم وبتستفادوا منها. لو عجبكم الفيديو متنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناة. كانت معكم دكتور سارة عبد العاطي، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.